مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. حاكم إقليم الكاشبركة يتفقد المزارع والخدمات الاجتماعية. تبرع ب10,000 وحدة دم هذه السنة. ضاحية دكسا تفتتح نصب الشهداء التذكاري. مقتل 31 مسلحا ماويا في اشتباكات مع قوات الأمن في وسط الهند. كوريا الجنوبية والفلبين تتفقان على تشكيل شراكة استراتيجية. مقتل 3 أجانب بانفجار قرب مطار كراتشي في باكستان. السلام عليكم ورحمة الله. بحث حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي مع الجهات المختصة ضمن جولته التفقدية في مديريات ملقية وشامبقة وعلي القاش لمتابعة الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها للحفاظ على المزارع ومدى فعالية واستفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية المتوفرة. وأوضح السفير محمود إن هدف الجولة هو بحث الثغرات الميدانية وإيجاد الحلول الأساسية بالتشاور مع الأهالي والدوائر المختصة بحضور مدراء المديريات لضمان استمرار الجهود المتضافرة لمتابعة المزارع التي وصلت إلى أحوال جيدة حتى حصادها. وأضاف إن عملية توسيع الخدمات الاجتماعية وضمان استفادة المواطنين العادلة من الخدمات العامة التي وفرتها الحكومة ولا تزال تعمل على توسيعها لا يقتصر على توفيرها فقط، بل على إدارات المديريات والدوائر الحكومية القيام بالمهام الوطنية الضرورية لفعالية الخدمات. وناشد السفير محمود الفئات العاملة في مجال الزراعة للاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة واستثمار فوائد زراعة الحبوب، مؤكدا تحسن أداء التنوع الزراعي المشهود في هذا العام. في غضون ذلك التقى حاكم الإقليم السفير محمود في 25 و26 من سبتمبر الماضي سكان مديريتي شامبقة وعلي القاش حول تنفيذ البرامج التنموية بالمشاركة المجتمعية. وأوضح أولوية الإقليم القائمة على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب التي تسهم في استقرار المجتمع. وقدم المشاركون آراءهم حول إصحاح الأراضي الزراعية وتوزيع الأراضي السكنية وتأسيس التشكيل الإداري متكاملا وتوفير ما تبقى من خدمات. أعلن المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستي التبرع بحوالي 10,900 كيس من الدم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024. وأوضح أن وضع خطة لجمع نحو 10,400 كيس دم في الأشهر الماضية، لكنه تم جمع 10,883 كيسا بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم. وذكر الإيفاء ب80 و91% من متطلبات مستشفيات أوروتا وحليبة المرجعية الوطنية ومستشفى سنبل ومستشفى مندهر المرجعي الإقليمي في الربع الثالث من عام 2024. وقال إنه تم العثور من خلال فحص المخبري الذي جرى على الدم المتبرع به على 0.4% من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز و0.04% من اليرقان من نوع سي و0.24% من اليرقان نوع بي و0.6% من مرض الزهري. افتتح في 6 من أكتوبر الجاري نصب الشهداء التذكاري الذي أنشأه سكان دكسا بالتعاون مع أعضاء قوات الدفاع في المنطقة. وأفاد مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حجي أن هذا النصب التذكاري سيسهم في توارث التقدير والفخر الذي يتمتع به الشعب الإريتري تجاه شهدائه الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن لتحرير البلاد وضمان سيادة أراضيها على مدى أجيال. وأشاد السيد عبد القادر بمبادرة الشعب لنصب هذا التمثال في إطار تجديد العهد للحفاظ على أمانة الشهداء الراسخة. وأكد قائد الفرقة 49 العقيد بطرس بخرزيان أهمية هذا العمل كشعار لشهدائنا الذين يعيشون في قلوبنا، مؤكدا وقوف قوات الدفاع بصف الشعب لإنجاز الأعمال التنموية في مسيرة بناء الوطن ضمن عهد الشهداء الدائم. وأضاف مدير ضاحية دكسا السيد عبد مريم قشي يوهانس إن المواطنين انتقلوا إلى عملية تشجير المنطقة المجاورة للنصب،
مهنئا المساهمين في العمل. وحضر الحفل الذي قدمت فيه الفرقة 49 الفنية عروض ثقافية تليق بالمناسبة حضرها أبناء المنطقة المقيمين في الداخل والمهجر. ضاحية دكسا إحدى 16 ضواحي المتواجدة بمديرية السجنيتي ويقيم فيها 3000 مواطن. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية تسانية أدوات دراسية ل 150 طالبا من أبناء الشهداء والمحتاجين. وأوضح مسؤول المكتب السيد ميكائيل جبرسلاسي أن الهدف من المساعدات التي تقدم مجانا هو عدم تخلف الطلاب عن المقاعد الدراسية لأسباب اقتصادية تؤدي إلى عدم تمكنهم من توفير الأدوات الدراسية الأساسية، موصيا الطلاب للاجتهاد في دراستهم والآباء لتعزيز دورهم في متابعة وتوجيه أبنائهم. وأكد الآباء أن المساعدة التي تقدم لأبنائهم سنويا تسهم في تشجيع أبنائهم للاجتهاد في دراستهم الأكاديمية وتحسين مستقبلهم. وفي سياق مماثل قدمها مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية دباروة أدوات مدرسية ل 119 طالبا من أبناء الشهداء والمحتاجين. وأفادت مسؤولة المكتب بالمديرية السيدة جنات جبر ميكائيل أن المساعدات قدمت مجانا في مدارس المراحل المتوسطة والثانوية من مدارس عد جدة وترى أمني وشكتي ومرب وبحر النقاش ودباروة. وناشدت السيدة جنات المواطنين للمساهمة في هذا العمل الاجتماعي. نظمت جمعية مقدمي الخدمات السياحية بمديرية أغرداد بالتعاون مع مكتب السياحة بالإقليم وقسم التراخيص بمكتب وزارة التجارة والصناعة بالإقليم في 3 أكتوبر الجاري نظم سمينارا حول تطوير جودة الخدمات التجارية بمدينة أغرداد. وأوضح مسؤول الجمعية بالمديرية السيد صقي أسرات في ورقة العمل التي قدمها أنشطة الجمعية وفوائدها بالتفصيل، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود المتبادلة لتعزيز أثر صناعة السياحة على الحركة التجارية والسياحة الداخلية. وأوضح رئيس الجمعية بإقليم القاشبركة السيد فرزقي تسفقرقيش مدى تأثير تقديم وضمان خدمات مريحة للزبائن على القطاع مع أهميته في التنمية الوطنية الشاملة. وناشد مسؤول بحث ومتابعة الموارد والتوعية بمكتب السياحة بالإقليم السيد سبرت قبر مدن مقدمي الخدمات للتحلي بالضوابط القانونية في أعمالهم التجارية في تقديم الخدمات المطلوبة. وأوصى مسؤول مكتب الضرائب السيد أتاخلت قبر برهان المؤسسات التجارية لدفع ضريبة دخل الموظفين لديهم ودفع الضرائب والمستحقات المترتبة على مؤسساتهم في أوانه، لأن ذلك يخفف العبء عليهم في المستقبل. وأضاف مدير مديرية أغرداد السيد إسحاق طعوم على ضرورة الاهتمام بنظافة المحلات التجارية والخدمات المقدمة بها، موصيا للانتباه للملصقات والمحتويات التي تعلق على الجدران لتمثل موروثاتنا التاريخية والثقافية للتعريف بمواردنا الوطنية. كرمت جمعية عتار التعاونية بمدينة أسمرة في 6 أكتوبر الجاري 130 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 من منتسبي الدفعة 36 من الخدمة الوطنية والطلاب الذين أحرزوا الدرجات ما فوق 90% في دراستهم الأكاديمية من الصف الأول وحتى 11. وأفاد رئيس الجمعية السيد حدش تكيه في كلمته أن برنامج التكريم بدأ بتكريم 4 طلاب متفوقين ليصل عدد المكرمين في 25 عاما الماضية إلى 700 طالب. وأشاد مسؤول لجنة مراقبة التعليم في الجمعية السيد جبر مسقل كستيه بسكان المجتمع لدعمهم الدائم وتشجيعهم ومساهمتهم في جهود تقديم دروس إضافية لدعم طلاب الصف 11 لتساعدهم في اجتياز امتحانات الشهادة الثانوية، كما يتم متابعة مستواهم الأكاديمي بعد انضمامهم إلى الكليات. وأوصى قائد وحدة التسليح بوزارة الدفاع العقيد ولد جبريل مسجون الجميع للعمل على إنتاج شباب يتمتعون بلياقة بدنية ومعرفة ثقافية عالية بالإضافة إلى الكفاءة الدراسية. وقدمت جوائز للفائزين في المنافسات الرياضية التي نظمت في موسم الصيف الماضي على حسب الفئات. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 31 مسلحا مئويا في مواجهات مع قوات الأمن في وسط البلاد. وقال المفتش العام لشرطة الولاية إن القتال اندلع عندما حاصرت قوات مكافحة التمرد بناء على معلومات استخباراتية
ما يقرب من 50 متمردا مشتبها به في منطقة غابة أبها جماد على طول حدود منطقتين في ولاية تشالستيجيار. وأضاف أن عمليات البحث مستمرة في المنطقة وأن القوات استعادت بعض الأسلحة والذخيرة بما في ذلك البنادق الآلية. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بين القوات، وأدت سنوات من الإهمال إلى عزل العديد من القرويين المحليين الذين يعانون من نقص في الفرص الوظيفية والمدارس والعيادات الصحية، مما جعلهم أكثر تقبلا للمبادرات التي يقدمها المتمردون. اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور على تشكيل شراكة استراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة وقطاعات أخرى. وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن الرئيسين تبنيا إعلانا مشتركا لتشكيل شراكة استراتيجية خلال القمة التي جمعتهما في مانيلا، وتعد هذه أول ترقية للعلاقات بين الدولتين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 75 عاما. واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع بما في ذلك المرحلة الثالثة لمشروع تحديث الجيش الفلبيني، وكذلك التعاون في مجالات التجارة والاستثمار من خلال التصديق على اتفاقية تجارة حرة ثنائية تم توقيعها في سبتمبر 2023. كما اتفقا على التعاون في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في الفلبين، وتعزيز التعاون في مجالات تتضمن الطاقة النووية والتحول الرقمي وسلاسل إمداد المعادن المهمة. وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول وصل إلى الفلبين في أولى محطات جولته التي تستغرق 6 أيام وتشمل 3 دول في جنوب شرق آسيا. قتل 3 أجانب وأصيب 17 شخصا آخرين جراء انفجار وقع بالقرب من مطار جناح الدولي في كراتشي جنوب باكستان. وأشارت تقارير إعلامية باكستانية إلى إحالة المصابين جراء الانفجار الذي سمع في أنحاء مختلفة من كراتشي إلى أقرب المستشفيات. من جانبه قال وزير الداخلية في إقليم السند ضياء لانجر إن التفجير كان عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت قافلة تقل أجانب. وقال مسؤول في وزارة الداخلية في السند فضل عدم الكشف عن هويته إن التفجير كان هجوما على مواطنين صينيين، فيما لم تتبنى بعد جهة مسؤوليتها عن التفجير أو الدوافع التي ساقتها لاستهداف أجانب في المطار. لم ينجو سكان مدينة شيانغ ماي بشمال تايلاند من الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه الأنهار وما رافقها من فيضانات في المناطق السكنية والسياحية. ارتفع منسوب مياه نهر بينغ الذي يمتد على طول المدينة، ما تسبب بالفيضانات الأخيرة في شيانغ ماي. وعلى الرغم من استمرار مطار شيانغ ماي في العمل، إلا أن الطرق المغمورة بالمياه كانت عائقا أمام الوصول إليه. وتم تعليق خدمة السكك الحديدية، فتوقفت القطارات المتجهة شمالا من بانكوك إلى لامبانغ، حيث يمكن للمسافرين الانتقال إلى الحافلات. وفي وسط تايلاند كانت المقاطعات تستعد لفيضانات أخرى بعد أن أعلنت إدارة الري أنها ستخفف الضغط عن سد رئيسي من شأنها أن يؤثر على مستويات المياه في اتجاه مجرى النهر. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين. حاكم إقليم القاشبركة يتفقد المزارع والخدمات الاجتماعية. التبرع ب10,000 وحدة دم هذه السنة. ضاحية ديكسا تفتتح نصب الشهادة التذكارية. مقتل 31 مسلحا مئويا في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط كوريا الجنوبية والفلبين تتفقان على تشكيل شراكة استراتيجية. ومقتل 3 أجانب بانفجار قرب مطار كراتشي في باكستان. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.